تيشرت طنطا برعاية السيد البدوي. ناس كتير بعتت لي عشان اتكلم عن تيشرت طنطا، وفي اكتر من تيشرت كده في الدرجة التانية والتالتة ظهروا كانوا عاجبيني جدا. وبدأت احس ان الاندية في الدرجة التانية والتالتة بدأت تهتم بقصة الهوية البصرية وتعمل شكل حلو للتيشرتات. ولكن الفكرة بتاعت تيشرت طنطا حلوة جدا وكل حاجة، ولكن فيها صراحة شوية زيادة عن اللزوم، وواخد أكتر من معلم من طنطا بالإضافة إلى باترن إسلامي موجود على التيشيرت، وواخد فوقيه الجامع وتقريبا المحافظة ومبنى المحطة وحاجات كتير كده. حاسس بزحمة في التيشيرت، رغم إن أنا كان ممكن أكتفي بحاجة بسيطة تعبر عن الهوية بتاعت طنطا. يعني ما كانش ينفع اخد الجامع صراحة كده، ممكن اخد مثلا المأذنة، اي حاجة مشهورة من الجامع اقدر اخدها. فانا كان نفسي الزحمة تخف شوية. والتيشيرت التاني كان المجد السكندري، ممكن المعالم اخف شوية مش بارزة زي تيشيرت طنطا. برضو انت واخد حاجات كتير على التيشيرت، معظم معالم اسكندرية موجودة. اما بقى التيشيرت اللي عجبني جدا جدا واتمنى يكون تيشيرت اساسي واحتياطي، تيشيرت راس البر. شفت صورة كده للتيشيرتين هوم واواي جامدين جدا جدا، واخد الفنارة بتاعة راس البر البطرن على التيشيرت، وواخدها احسن من اللوجو بتاع الفريق. يعني اشهر حاجه في راس البر هي الفناره اللي موجوده هناك، اضافه الى الموج اللي موجود على التيشيرت. وحسيت ان هو بيحاول يوصل رساله، وهي المصب بتاع نهر النيل، التقاء النيل مع البحر المتوسط. فباذن الله يكون ده التيشيرت اساسي، مش فكره كده طلعت وخلاص. انت بقى ايه رايك؟ افضل تيشيرت من الثلاثه دول؟